السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات وأفكار امرأة عاملة. كما راكم تشوفوا اليوم درت هذه الوصفة اللي ما عرفتش نسميها. هي ميلونج دو توت فاسون ليدي تاع خبز الباي، خبز تونس، باش يقولوا له يا ربي البسبوسة ليسونسيال. تالمو نحبوا هاد لي غوسيت. درت هاد الوصفة اللي ان شاء الله تعجبكم بطريقة هايلة وتجي بنينة وما تنشبعش صراحة كما راكم تشوفوا. قبل ما نبدا نقول لكم سمحوا لي صوتي راهو يعني مغلوق. بسم الله. درت هنا كاس تاع لا شابلور. هنا تقدروا ديروا كاس كاوكاو عادي، انا كان ناقص شويه. كاس كاوكاو مطحون محمص ومطحون في رقيق، يعني رقيق ماشي خشين. كاس فارينه، توجور نغربلو لا فارين، هي مغربله ونزيد غربلتها. واش درت تاني؟ زوج باكيات خميره الحلوى، درت زوج باش تطلع لي مليح. ديك هنا صراحة تجي هايلة هاد الوصفة. درت السكر كاس غير ربع، باسكو حنا راح نشربوها من بعد ما نكتروش السكر. وزدت هنا زوج مغارف تاع نوات كوكو، جوز الهند يزيد فيها تانيت، ولا ما كانش عندكم عادي تقدروا تستغناو عليه، بصح هو صراحة يعني يزيد. لهنا جبت نص كاس زيت وكاس حليب كيما راكم تشوفوا. وتاني درت دو بو تاع الياغورت، زبادي ياغورت، ذوق تاع الليمون القارص. وإلا ما كانش عندك تقدري تستغناي عليه. وشنو كي ديري الكاس وإلا شفتي القوام بلي مازال ثقيل زيدي نص كاس حليب. انا زدتو يمد يعني يمد يزيد ذوق ثاني تاع الياغورت. كما قلت لكم اختياري. لهنا درت فرغت هذاك الكاس تاع الحليب، وكيما شفتوني في الطريقه هذه سبقت في النواشف، وما تخافوا ما يتعجن ما والو. وشنو كي تحطوا سوائل حطوهم يعني هذا مر هذا، وما تطولوش وانتم يعني ما تعجنوهاش. فوالا. لهنا درت 4 كيسان، 4 باردون حبات بيض، هما اللي عمروا لي الكاس اللي خدمت به العبر. يقدروا الا كان البيض تاعكم كبير 3 حبات، ولا كان صغير تقدروا تروحوا حتى ل5. ليسونسيال عبروا بالكاس. هنا درت لا فاني تاع لا فاني اون اكستري ليكيد. ودرت لو زاز تاع القارص اللي صراحه يزاد فيها تانيت البنه. علاش قلت لكم هنا سا ميلونج بين بسبوسه بين خبز الباي اللي يديروه بلا شابلور ليسونسيال. هذه الفكره. هاي الكسنيوه اللي خدمت فيها ماشي صغيره ماشي الكبيره. درت فيها الزيت ورشيتها بلا شابلور. لهنا رحت للشربات. كنت خدمته يعني وجدته. درت 3 كيسان ما ونص ربع كاس تاع الماء زهر. 3 كيسان ونص ما درت، وربع كاس ما زهر. ودرت كاس غير ربع تاع السكر. علاش ما كملتش الكاس من بعد تفهموا علاش. درت 2 طرونش تاع القارص، حطيتهم على النار. كي غلات بدات تغلي 5 دقائق طفيت، عاود جبتها لهنا. واش زدت لها 2 ملاعق عسل. يعني الملعقه الثانيه فات التصوير، فات يعني المقطع. علاش قلت لكم درت كاس غير ربع سكر؟ باسكو كملت بالعسل. هذا العسل شغل عطالها واحد لوغو يعني هايل صراحة. هنا بردت هذاك الاخر حطيته في فريجيدار. سيرو شربت. وهنا هي سخونة هايليك، خرجتها حمرتها مليح كما راكم تشوفوا. اتقبتها بعود الشواء وراني نشرب فيها. هنا خليتها تشربت شوية هاليك. خليتها شويه ميم با 5 مينوت، عاودت وليت ليها شفتها. انا بالنسبه لي هنايا زدت شربتها باسكو حنا نحبوها بزاف مشربه، ما طلع والو في المغرف. هاي اللي كيفاش تستيتها. تقدروا تخليوها هكاك، اللي ما يحبهاش بزاف مشربه يقدر يحبس تم. انا زدت كملت لها تشرب حتى طلع، انا حتى نشوفو طلع في المغرف. حبستها واش قعد لي نص كاس، حوالي نص كاس. التزيين هنا اختياري. انا درت نوات كوكو جوز الهند. تقدروا ديروا الكاوكاو يعني محمص ومرحي. ودرت هادوك الخطوط بشوكولا هذيك تاع الكابريس ويتتباع يعني واجده. حددت المهم تزيين اختياري. فوالا هاي ليك جات ما شاء الله، وجات مشربه ما تنشبعش وما تنتكلش سخونه يعني درجة حرارة الغرفة ولا فريجيدار. هاي اللي كيف جات مشربة حتى تشهيتكم في الجنة. جربوها وسميوها هذول لها الاسم، وإن شاء الله تعجبكم. شاركوا في القناة، وإلى اللقاء.